والله العظيم يا جدعان، والله العظيم ما في حد. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر يا عم مازن، تحيا مصر يا عم مازن، تحيا مصر، تحيا مصر يا عم عمرو. تحيا مصر والله العظيم يا تحيا جدعان، مصر. والله العظيم، والله العظيم احنا ما كنا عايزين حاجه غير ان احنا نصعد من دور المجموعات. لو سالت اي حد قبل البطوله نفسك في ايه، هيقول لك اصعد من المجموعات، انا مش عايز اكتر من كده. لكن في راجل عميد ماسكك رفع بيك الطموح عالي قوي. محدش يقول لي ده مدرب حماسي، محدش يقول لي ده مدرب اختياراته غلط. الراجل ده انا قلتها قبل كده في فيديو وبقولها تاني، قسما بالله لو لعب المهدي سليمان مهاجم انا هصدق ان المهدي سليمان هو احسن مهاجم في مصر. لو الراجل ده قال ان مهدي سليمان المفروض يلعب مهاجم انا هصدقه، انا هبصم بده. انا شايف مدرب مش زي الخواجه اللي كان بيجي ياكل علينا عيش ويلعب لك بطريقه لعب واحده مفيش غيرها. لا، انا شايف راجل جاي بيشتغل كل ماتش الاسلوب بيتغير. انت بتلعب بثلاث او باربع اساليب مختلفه كل ماتش. عايز تضغط عالي تعالى خليك تضغط عالي، عايز تلعب على الدفاع والتحولات تعالى خليك تلعب على التحولات، عايز تسجل من كور ثابته تعالى خليك تسجل من كور ثابته، تسديدات من بره 18 هخليك جول. كل اشكال الاجوان انت جبتها في البطوله دي، جبتها في كاس العالم، جبت بكل طرق اللعب، جبت من اللعب المفتوح، جبت من الضغط العالي، جبت من الكور الثابته، جبت من التصويب، جبت من كل حاجه. محدش عمل ده قبل كده، محدش عمل غير حسام حسن. حسام حسن بس اللي عارف يطلع احسن حاجه في كل لعيب. حسام حسن اللي جاب مصطفى شوبير الحارس البديل في النادي الاهلي وقفه اساسي عشان يشيلك في 3 ماتشات في دوري المجموعات ويشيلك في ضربات الجزاء في دور ال 32 قصاد استراليا. حسام حسن اللي جاب ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، خرج اعلى واحسن ما فيهم، خلى فتوح احسن واحرف باك شمال في مصر، طلع احسن ما في محمد هاني، طلع احسن ما في مروان عطيه. مروان عطيه النهارده هو نجم المنتخب الاول بالنسبه لي، مع احترامي بقى لاي حد، مع احترامي لصلاح، مع احترامي لشوبير. مروان عطيه النهارده غريب، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مش مروان عطيه بس، مروان عطيه كده كده نجم، بس فكر هتلاقي نفسك مش عارف تطلع مين نجم المنتخب. مش عارف مروان عطيه ولا حمدي فتحي ولا مهند لاشين ولا رامي ربيعه ولا ياسر ولا هاني، سيبك من الجونين، ولا هاني ولا صلاح. حسام حسن المدرب الوحيد اللي عرف يطلع احسن حاجه في محمد صلاح. محمد صلاح بيعمل بطوله للتاريخ، عمري ما شفته كده. حسام حسن ثقوا في الراجل ده، ايا كانت النتيجه اللي هتحصل في ماتش دور ال 16. لو لعبنا الارجنتين الراجل ده هو اللي المفروض يبقى مدرب منتخب مصر في افريقيا 27 وفي كاس العالم 2030 باذن الله.